السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بشرح لكم كيف تحملوا برنامج كيوت كات برو آخر إصدار وبدون جيل بريك بدون أي شيء. أول شيء راح ندخل متصفح سفاري ونكتب TU اب دوت في اي بي. راح ندخل على الموقع ونختار الخيار اللي على اليمين اللي هو ريجستر فري. خلكم من في اي بي اضغطوا على ريجستر فري، بعدين داونلود ناو وراح يجينا تثبيت. سوي له تثبيت. بعد ما يخلص تحميل البرنامج راح ندخل، راح يطلع لنا مطور مؤسس غير موثوق. راح نروح الاعدادات، من الاعدادات نروح عام وننزل تحت اخر شيء على ملفات تعريف وادارة الجهاز. راح نسوي توثيق للبرنامج، توثيق والوثوق. بعدين راح نرجع ندخل البرنامج، راح يدخل معنا. بعدها راح نسحب لليمين وستارت ناو. راح ابحث عن البرنامج اللي حاب احمله مجانا. راح اكتب مثلا كيوت كات برو، راح يطلع لي اول برنامج. انت راح يطلع لك جيت، يعني طالع اللي اوبن لاني حملته قبل. سوي له جيت وبعدين تثبيت وراح يتثبت البرنامج على اخر اصدار اللي هو فيه الميزات القص والتعديل مثل ما تشوفوا. وهذا هو الشرح. اذا عجبكم شاركوا الشرح مع اللي ما عندهم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.